عايزه تعملي 14 قطعه جاتوه ب6 بيضات بس، و7 بيضات لو البيض بتاعك بيض بلدي. لو بيض مزارع 6 بيضات بس. هتعملي 14 قطعه جاتوه وكوبايه وربع دقيق، ربع كوبايه نشا. هتعملي كل الجمال اللي قدامك ده. عايزه تشوفي احنا عملنا الجمال والروعه ده كلها ازاي؟ يلا بينا على الفيديو شوفي احنا عملنا الجمال والروعه دي ازاي. يلا بينا يا بنات. السلام عليكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل مع بعض سبونش الشوكولاته. هنا معايا دقيق، كوبايه وربع دقيق، ربع كوبايه نشا، معلقتين كاكاو خام، رشه معلقه كبيره كده كيك شيف، رشه ملح. ده المواد الجافه معانا. هنا ايه؟ كوبايه وربع دقيق، ربع كوبايه نشا، معلقتين كبار كاكاو، معلقه صغيره رشه ملح، معلقه مليانه كده كيك شيف. ماشي يا بنات، دي المواد الجافه. معايا هنا ايه؟ 7 بيضات لو البيض بتاعك صغير، لو البيض بتاعك كبير حطي 6 بيضات. ماشي يا احلى بنات. هنضرب هنا مع بعض واحنا شغالين هنقول على بقيه المقادير مع بعض. هنضربهم وارجع لكم. زي ما انتم شايفين كده يا احلى بنات، دلوقتي انا ضربت البيض شويه كده مع الفانيليا. طبعا انا حاطه معلقه فانيليا، معلقه سايمه. لو هتحطي فانيليا حطي ورقتين فانيليا، لو فانيليا اللي هي الخرز. هنضيف تاني ايه هنا يا بنات؟ سبونج، يعني محسن جلد. تحطي معلقه كبيره. انا كنت بجيبه اللي هي التذاكر دي المتحده، بس بصراحه ما لقيتهوش، فجبته اللي هو سايب كده في اكياس اهو. هتحطي معلقه مليانه كده. يا رب التصوير يكون واضح، لان طبعا انتوا عارفين ان انا الحامل بتاعي حامل صغير، مش بيوضح الصوره قوي، فبحاول على قد ما اقدر ان شاء الله اوضح لكم. فطبعا الكلام حتى في الفيديو واضح. بالشكل ده يا احلى بنات. هنضرب بقى وايه، ومعانا هنا كمان نص كوبايه سكر، نص كوبايه سكر، نص كوبايه بس. هننزل بيها على 3 مرات، ما ننزلش بيها مره واحده، على 3 مرات واحنا شغالين في الضرب كده. ننزل بيها على 3 مرات. شايفين القوام يا احلى بنات؟ بسم الله ما شاء الله. شايفين لما تبقى معاكي بالشكل ده، تبقى ماسكه في المضرب كده ما تنزلش. شايفين؟ ماسكه في المضرب كده ما تنزلش، زي ما انتم شايفين كده يا احلى بنات في الدنيا. هننزل دلوقتي بايه؟ بنص كوبايه ميه، نص كوبايه ميه ساقعه اهي. هحاول اوضحها لكم اهي، نص كوبايه ميه ساقعه. هننزل بيها على مرتين برضه زي ما انتم شايفين كده يا احلى بنات. طبعا المقدار الضعيف خالص بعد ما حطينا الميه. بسم الله ما شاء الله عليه. نص كوبايه ميه ساقعه. دلوقتي بقى هننزل نجيب المواد الجافه. المواد الجافه اللي هي عباره عن ايه؟ عباره عن كوبايه وربع دقيق، ربع كوبايه نشا، معلقتين كاكاو خام، معلقه كبيره كيك شيف، رشه صغيره ملح، في صوابع كده حاجه بسيطه. وخصوصا مع الاسبونج الكاكاو كده بتعزز الطعم، يعني اسبونج الشوكولاته ده بتعزز الطعم. عندك عجان وعندك محسن جل، يبقى انزلي بالمواد كلها مره واحده، البيض والدقيق وكله حطيه مره واحده في العجان واضربي. طبعا ولما تنزلي بالدقيق انزلي شويه بشويه، يعني ما تنزليش بالدقيق كله مره واحده، يعني نحط شويه كده ونضرب ونرجع تاني. هو مش هيحصل حاجه لان احنا حاطين محسن جل، بس عشان ايه؟ المضرب يعرف يشتغل معاكي كويس. زي ما انتوا شايفين كده يا احلى بنات في الدنيا، ادي الاسبونج بتاعنا ولا اسهل من كده. طبعا انا كنت عامله قبل كده سبونج فانيليا، ونفس الصواني اللي انا خبزت فيها اللي من غير ما اغسلها ولا اي حاجه، هنا جاهزه اللي انا عملت فيها سبونج الفانيليا. هنزل بالكميه. طبعا انا مسهله لكم الموضوع ده صينيتين، ليه؟ عشان ما تقعديش تقطعي وتعملي، بتركبي الصواني على بعضها وخلاص. يعني مبسطها لك الدنيا خالص، يعني حاجه كده تخليكي تقومي حالا تعملي.
زي ما انتم شايفين كده يا احلى بنات. دلوقتي انا ولعت الفرن على درجه حراره 180 في الرف الوسطاني. الفرن من تحت وبس، ما بتولعيش الشوايه، من تحت وبس. بتاخد قد ايه؟ بتاخد تلت ساعه. هندخلها الفرن ونرجع لكم. ادي يا احلى بنات في الدنيا جاتوه شوكولاته. معلش ما زينهوش مع بعض، بس طبعا انتوا عارفين ان الواحد لما بيبقى عنده عزومه او حاجه بيبقى متلخبط شويه، بيعمل كذا حاجه، فمعلش التزيين بقى يرجع لك انتي، يعني بطريقتك انت اعمليه. انا عملته كده على قد ما اقدر، يعني انا مش بتاعت حلويات ولا حاجه، فعملته كده. فبسم الله ما شاء الله طالع تحفه يا بنات. عمل لنا كام قطعه جاتوه؟ اعمل لنا 14 قطعه جاتوه زي ما انتم شايفين كده، حاجه روعه. والطعم يا بنات خطير خطير خطير. استحاله اللي هياكله عندك هيصدق ان انت عامله الجمال ده كله في البيت عندك. الكل هيسالك على المقادير وعلى الطريقه باذن الله. انا كل اللي بياكلوا عندي بيسالني على الطريقه والمقادير. جربوه بجد هيعجبكم يا بنات. ولو لكم اي اسئله او اي استفسارات اكتبوها لي في الكومنتات، وان شاء الله هنجاوب عليها مع بعض. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لام احمد لايك وشير، واللي ما اشتركش في القناه يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد من ام احمد. بحبكم في الله. سلام عليكم، باي باي.